السلام عليكم، فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله. مرحبا بكم في قناه نوال. الاقتراح تاع اليوم غادي نشارك معكم هاد التشكيله هذه الراقيه ديال لي ميني سويس اللي صراحه كتجي غزاله، كتجي رائعه بواحد الجينواز اللي كتجي خفيفه كتروليها كيف بغيتي. جينواز اللي ساهله، يعني هاد الفكره هذه يعني بالنسبه كفكره ديال مشروع صغير. الاخوات اللي بغاو يخدموها هكا من الدار اللي قالوا لي داك النهار كترينا من لي فيديوهات بحال هكا. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا ينال استحسانكم. ما تنسونيش تشجيعاتكم، تعليق محفزه اللي كتفرحني دائما، وبارطاجيو كذلك الفيديو مع الناس كاع اللي كتعرفوا. جزاكم الله كل خير. بالنسبه لهاد الميني سويس هادو شاركت معكم باربع نكهات وبجوج ديال لي جينواز، يعني بجوج لي جينواز كنخرجوا اربعه ديال الرولي ديال هاد الميني سويس. يعني كل رولي كيعطينا اربعه ديال القطع، وقطعتهم انا شويه كبار، تقدروا تقطعوهم على شكل لي ميني صواغي على حسب الكرتونات اللي عندكم. خليكم مع الفيديو وندوز الطريقه والمكونات. اول حاجه غنشاركها معكم هي الجينواز. انا خدمت جوجات ولكن شاركت معكم هي وحده بنفس الطريقه، خدمت الثانيه. عندي 4 الحبات ديال البيض، ساشيه ديال فاني ديال 7.5 غرام، شويه ديال الملح وصافي. وكنخدموا يعني البيض وسكر سنيده. عندي 70 غرام ديال سكر سنيده. كتخدموا البيض وسكر سنيده لان هاد الجينواز هذه ما فيهاش الخماره، غادي نخدموها يعني ما فيها لا حليب لا زيت لا والو. وكنخدموا البيض مع سكر سنيده حتى كيتخدم مزيان، يعني هذا هو اللي يعطينا ديك الخفه لهاد الجينواز هذه. والطياب ديالها كذلك راه مهم. صافي كنخدموا حتى كيضاعف الحجم ديال هذا البيض هذا، يعني كتشوفوا الحجم ديالو كي كان في الاول غيولي يعني فاش غنحبس التضراب ديالو القوام ديالو كيولي خفيف يعني مهوي. اللون كيتبدل وكيضاعف لنا القوام ديالو. يعني هنا اللي كتعطينا واحد الجينواز خفيفه ومهويه، ما فيها لا خماره لا والو، كتجي خفيفه وكتجي طالعه. طبعا نخدمو مزيان. وبالنسبه لهنا قبل ما نبدا الجينواز راني نشعل الفران على 180 درجه. اغلبيه الجينواز كنطيبهم على 180. فاش كنهبط على 170 بحال كيبداو ينشفوا شويه شويه، كنفضل نطيبهم على 180 درجه. كيكون الطياب في الوقت كتاخذ ليا 15 دقيقه كتجي هي هذيك يعني القوام اللي بغيت. صافي هنا راه غادي تشوفوا هذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه على البيض وسكر سنيده. وبالنسبه المكون هو الطحين، 80 غرام ديال الطحين، 70 غرام سنيده و80 غرام ديال الطحين. صافي هنا كنخلطوا غير بالفوي، كتخلطوا حاولوا غير بشويه باش ما تضيعوش هذاك البيض اللي خدمنا. والجينواز جاهزه صراحه دغيا ما الجينواز خدمتهم ما خداوش مني الوقت. يعني الوقت اللي تعطل صراحه. الفيديو كنت غنحطو لكم البارح تاع يعني كان دوك لي سويس باش نكلاصيهم ما تجمدوش ليا، وبديت كنكلاصي فيهم صراحه. واحد راه غادي تشوفوا معايا ان شاء الله، خليت اللقطه هكاك كنكلاصي وما كيشدش فيه الكلاصاج لان كان ما تجمدش صراحه. وليت خليتهم، كنت صافي غنخليهم يباتوا ليله كامله لان خدمتهم انا في نفس النهار. يعني كنت غنكملهم كاملين ساعه يعني ما تقلاوصاوش مزيان. وقلت صافي غنخليهم ليله كامله حتى غد لي، وغادي نكمل الفيديو على خاطري ونحطو نشاركو معكم ان شاء الله. صافي انا كنسرحوا هذا يعني الخليط ديال الجينواز. كتسرحوا حاولوا قادوه مزيان باش يتقاد لينا سطح. لان بغينا ديك الجينواز بغينا لان غناخذوها كامله نقطعوا ديك الجوانب اللي ما محتاجينش، اما الجينواز غادي نستعملوها كامله. يعني هذه كتعطينا جوج رولي ديال هاد السويس هذا سويس رول. يعني كتعطينا جوج، كل جينواز كتعطينا جوج، يعني تحصلنا على 4 ديال النكهات. غنقاد ليها السطح ديالها وندخلها الفران كما قلت لكم. خدات ليا 15 دقيقه مضبوطه. غير ردوا البال غير كتبدا تشمع، كتبدا داك اللون كيذهب وصافي كنخرجوها. صافي على ما طيب ليا جينواز هنا نصيب معكم واحد الكلاصاج هذا. المهم انا شاركت معكم بزاف ديال لي كلاصاج، نتوما واحد يعني الكلاصاج اللي غادي يجيه ساهل يختاروا. انا عندي كاس ديال الماء، عندي 3 معالق كبار ديال سكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. بالنسبه لهذا الكلاصاج هذا يعني اقتصادي اللي بغات تخدم به. انا شاركت معكم يعني 3 الانواع ديال 4 الانواع ديال لي كلاصاج هكا. نتوما يعني اللي متوفر عندكم يعني اللي مسلككم خدموا به. كنوضعوا فوق النار. هذا كياخذ شويه الوقت في الطياب صراحه، اقتصادي من واحد الجهه، ولكن من واحد الجهه كيدي الوقت في الطياب. كتخليوه كيبدا يغلى مزيان حتى كيبدا يتقال هذاك الخليط. شتو راه فيه يعني بحال داك السكر كيتعسل، وهذاك الكاكاو يعني كيبدا يختار حتى الاخر. تقطعت لي داك المقطع حتى الاخر ملي بان لي بدا كيتقال. كنضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال الزبده صافي، وكنصفيه وكنخليه يعني حتى كيبرد. خليوه حتى كيبرد مزيان. الا بغيتو زعما هكا تخدموا به خصو ضروري يبرد مزيان. كما قلت لكم انا يعني كنت بغيت نكمل الفيديو كامل، ولكن صراحه ما كان يعني المكونات كلشي خاصو يبرد، كل حاجه كتبغي تاخذ حقها.
وصافي وليت من بعد سمحت وخليته. شوف يعني حتى كيتعسل هكا كيدير. راه هنا راه كضفت ليه معلقه ديال الزبده، صافي خليته يعني طفيت عليه النار حتى بدا كيبرد شي شويه وعاد صفيته. بالنسبه لهاد الكناش هذا راه فايته مشاركه معكم ديال اللوتوس ديال سبيكيلوس. عندي 200 غرام ديال الشوكولاته البيضاء، ذوبتها مع 100 غرام ديال الكريمه، وحتى يعني حتى داب الشوكولاط بنفس الطريقه باش نخدم لي كناش، حتى داب داك الشوكولاط وكنضيف ليها 100 غرام ديال الكريمه بارده، 200 غرام ديال الشوكولاط بيض، 200 غرام ديال الكريمه، وكذلك ضفت ليها 120 غرام ديال زبده سبيكيلوس. وهنا حتى الغد ليه يعني خليته هذا صايبته قبل، والغد ليه يعني باش بغيت نضربو ضفت ليه واحد المعلقه ديال الماسكاربون، جاني عاقد بزاف وما بغيتوش ثقيل على حساب هذا الرولي هذا. اما الا كنتو تخدموا به في الحشو ديال الكيك تخليوه بهذاك القوام. انا ضفت ليه واحد المعلقه ديال الماسكاربون، كانت عندي البواطه محلوله صراحه داك شويه كان بقى ليا من الطلبيه وخصني نكمل هذاك الماسكاربون، صافي وليت خدمت به. وهذه هي الجينواز كي كتخرج كتغطيوها بورق الطبخ وكتقلبوها على وجهها فوق واحد الفوطه، ما ديروهاش فوق بلون دو طرافاي ولا شي حاجه حيت غادي تعرق لكم، وغير قلبوها فوق واحد فوق ديروا ليها الورق الطبخ وقلبوها فوق واحد الفوطه. يعني ملي كتحيدوا لها هذه كتحيد لكم هذه القشره، كنكمل يعني نحيد هذه القشره حاول المهم اللي تحيد لكم حيدوه هكا باش كتشرب لينا ديك الكريمه وكتجي خفيفه. راه كتجي خفيفه هذه الجينواز هذه. انا غادي نقطع ليها دوك الجوانب راه ما يابسينش ولكن ما غيجيوش زوينين يعني في الخدمه ديالهم، وغادي نقطعها على جوج يعني جاتني في العرض ديالها 15 15، والطول كنخليو الطول يعني كامل. صافي هنا غادي نقطع على جوج وغادي ناخذ زبده اللوتوس سبيكيلوس. المهم هنا كنت خديت قرعه تقريبا راه كفاتني وشاط منها واحد شويه. المهم غادي ندير واحد شويه ندهنو غير دفيو شي شويه ما يكونش سخون، المهم يكون كريمي باش نقدروا نيطاليو فوق هاد الجينواز هذه. انا ما شربتها لا بحليب لا والو، يعني فضلت انني نخدم بها هكا، يعني كتجي مساعده في الخدمه فاش كنسقيوها بالحليب. ملي كتبقاو تيطاليو فيها يعني شي كريمه او كونفيتير شوكولاته الدهن، المهم هادو ان شاء الله كما قلت لكم كل مره نشارك معكم افكار باش هكا اللي بغى ان شاء الله يخدموا كمشروع صغير يعني تلقاو بزاف ديال النكهات بزاف ديال ان شاء الله. كنت صراحه يعني الا شاط لي شي حاجه من لي كوموند ان شاء الله نعاود نخدمها معكم، نعاود نخدم معكم فاش كيبقى لي سبيكيلوس كيبقى لي الماسكاربون هكا كنحاول يعني نخدم به شي حاجه هكا للدار، يعني ما كنبغيش نبقى صافي الا كانت شي حاجه محلوله يعني خصني كنبغي نخدم بها. وصافي كنيطالي مزيان هذيك الزبده ديال سبيكيلوس. وهنا غندير هذاك الكاناش، هذا الكاناش هذا صراحه كيجي خطير كيجي رائع. راه كاع الكاناشات اللي شاركت معكم صراحه راه كيستحقوا تجربه وتستحقوا تديرهم بواحد لاجوندا وتقيدوهم. اللي بغات ان شاء الله تبدا بهم كمشروع صغير طلبيات ماشي بالضروره يعني تبداو بالكيك ديزاين، تقدروا تبداو بهاد لي سويس رول، تقدروا تخدموا باللي سويس رول الكبارين دوك الميني تورتات هكا ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. حتى هما صراحه فيهم الخدمه وكيكونوا مطلوبين شي حاجه صغيره هكا كتكون مطلوبه اكثر. صافي هنا كان ايطالي ما تكثروش بزاف باش ملي غنلويوه من يعني ما يخرجش لينا من الجناب ما يفيتش. غادي تشوفوا واحد اللي غادي يخرج ليا من الجناب. المهم غادي نخليكم بلا ما نحرق لكم المراحل باش تشوفوا معايا كلشي. انا شاركت معكم كلشي يعني جميع الطرائف اللي وقعوا معايا راني شاركتهم معكم. وصافي هنا كنحاول نلويو في ورق الطبخ وكنزيرو يا بمسطره يا ببلونشه، المهم شي حاجه زيرو بها ودخلوهم المجمد، خليهم يتجمدوا. هادو يعني في الاول تجمدوا ولكن في المرحله الثانيه ما كانوش يتجمدوا ليا، بديت كنكلاصيهم صراحه تما فاش يعني قلت صافي لا خصني نحبس، خصني نكلاصيهم يعني يكونوا زوينين باش تكون يعني حتى الشكل ديالهم يكون راقي. وصافي هنا ملي كيتجمدوا كتدخلهم واحد شويه تقريبا واحد نص ساعه يعني حتى المهم نتوما يبانوا لكم تجمدوا وجبدوهم وديروا ليهم يعني داك الكاناش اللي خلينا. راه هذا الكاناش هذا راه كفاني وشاط لي تقريبا واحد جوج معالق كبار يعني كافي الا بغيتو تبوشيوه من الفوق. وصافي كنغطيو غير هنا تكون واحد الطبقه رقيقه ما ديروش طبقه غليظه. وهنا كتاخذوا يعني غير داك ورق الطبخ كاين اللي كيخدم حتى بالغيدوي، مي كنفضل ورق الطبخ لانه هو رطب. بالنسبه للغيدوي كيكون قاصح ولا ضغطو بزاف راه كتجرو، مي ضغطه خفيفه وكتجرو صافي كيتليسا لكم هذا السويس رول هذا. وكنشوف البلاصه اللي بانت لي خاويه ما مقاداش وهنا غندخلهم يعني دخلتهم المجمد. هذه المرحله هي دي واحد مجمد واحد المهم الاول كنت خدمت واحد يعني درتو دغيا المجمد، والثاني يعني تقديته حتى هو دخلته المجمد تاع كان حتى هذا كان باقي ما مجمدش. وهنا خديت غير الزبده ديال اللوتيوس كما قلت لكم يعني القرعه كانت يعني كنت بديت منها
وخدمت به هادشي كامل وشاط ليا منها شويه. غير دفيتو، ما تسخنوش بزاف، ما خصوش يكون الحراره باش كنكلاصيو بين 28 30، ما تفوتوش 30 درجه في الحراره. غير نتوما يعني تشوفوا باش ما يذوب لكمش هذاك الكريمه اللي داك الكاناش اللي درنا. هذا راه تكلاصا ليا صافا، يعني ما وقع ليه والو. مي الرولي الثاني بغيت نكلاصيه صراحه كان بدا يضيع ليا وانا نحبس صافي وخليته. المهم غادي تشوفوا الثاني درتو انا بالشوكولا، واخا بجوج يعني عمرناهم بسبيكيلوس، ولكن الثاني صراحه في الاول كنت بغيت ندير واحد بالشوكولات معمرو كامل بالشوكولا، كنت غنعاود كلاص نعاود كاناش. المهم صافي قلت يعني غنخدمهم غير بداك الكاناش يعني بلا ما نضيع. المهم الفكره عطيتها لكم وانتم ديروا اللي بغيتو. كناخذ نفس هذاك سبيكيلوس، هذا هو اللي صراحه شفتو ما مجمدش مزيان وبغيت نجبدو ويطيح ليا في ديك الشبكه، بقيت كنقاد فيه عاود زدت ليه الكاناش. صراحه بديت هذاك الكلاصاج يعني بارد غير هو ما كانش مجمد، وصافي وليت كلاصيتو هكاك، ولكن ما شفتش فيه الكلاصاج، ورشيت عليه غير بودره ديال الكاكاو صافي يعني باش نكاشيو لا ميزيغ. وصافي وخليتهم هادو صافي باتوا الليله كامله. شفت التقطاع ديالهم عبرتهم. ديال هاد الاول هذا اللي غلفت اللي غطيت بسبيكيلوس يعني درت فيه 9 سنتيمتر، يعني على حساب هذيك الكرتونه راه 9 سنتيمتر هي هذيك. جاوني هذا جاني طويل، جاني 4 القطع الاخرين جاوني ما عرفتش علاش جاوني غير 8 ونص سنتيمتر، يعني اللي جاتني في الطول ديالهم. مي معليش انا يعني هذه غير فكره. نتوما غتشوفوا الكرتونات خذوا هادو اللي كان نديروا فيهم لي طرونش، خذوهم نتوما وعبروهم وقطعوا. هذا هو اللي يعني وقع فيه جميع الكوارث مسكين. المهم رشيت غبرت عليه هذاك الكاكاو باش نغطيه، يعني ما عجبنيش هذاك الكلاصاج صراحه ما عجبنيش. المهم غطيت يعني باش نكمل يعني بديتو غادي نكمل به. غطيته رشيت عليه واحد شويه ديال الكاكاو. المهم شويه المنظر ما بقاش كما في الاول. نصايب معكم يعني واحد الجولي او الكور ديال الحامض. عندي 100 مليلتر ديال 100 مليلتر ديال عصير الحامض، 150 مليلتر ديال الماء، 100 غرام ديال السكر، و20 غرام ديال مايزينا، ومعلقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض منها تعطينا اللون ومنها تزيد تعزز لينا هذا حتى هو وجدوه ليله قبل من الافضل. انا وجدته غير في نص النهار وخدمت به يعني كان باقي ما بردش. المهم هاد المراحل هادو غنقول لكم يعني اللي توجدوا قبل اللي توجدوا في نص النهار. بالنسبه لهذا الكاناش وغادي نشارك معكم واحد كلاصاج اخر، هادو وجدوهم يعني وجدوهم ليله قبل. هذا هو الكلاصاج انا نشارك معكم، كلاصاج ميغوار، يعني عطيتكم اختيارات نتوما تخدموا باللي بغيتو. بالنسبه لهنا عندي 200 غرام ديال سكر سنيده و100 غرام ديال الماء، وغادي نوضعهم في كاسرونه يغلاو. اللي عنده الترمومتر توصلوا ل 103 درجه. المهم ما عندوش الترمومتر نوريكم المرحله فاش وصلت ل 103 درجه باش هكا تخدموا به. هذا كلاصاج ميغوار تخدموا به لي زونطرومي، تخدموا به لي غاتو كلاصي. المهم انا خدمت معكم هذا وخدمت معكم الكلاصاج الاخر، خدمت معكم بسبيكيلوس، يعني نتوما تختاروا اللي بغيتو. ان شاء الله غنشارك معكم ثاني كلاصاجات اخرين اللي هكا يعني كل واحد غيختار اللي بغا. صافي غنخلي نوريكم الدرجه ديال 103 كي غيوليو الفقاعات بهذه الطريقه هذه. كتشوفوا هذوك الفقاعات يعني كتاروا. وهنا عندي 3 الوراق ديال الجيلاتين وعندي 100 غرام ديال الكريمه. كي كنحيدهم فوق النار كنوضعوا 3 الورقات الجيلاتين رطبتهم في الماء كيرطابوا كنحيدهم كنعصرهم كنحطهم فواحد الزلافه. عندي كذلك 150 غرام ديال الشوكولاته البيضاء. بالنسبه لهذا الكلاصاج هاد الكميه ديال كلاصي لكم واحد لونطخومي وشيت لكم شويه. انا قسمتها على جوج، كلاصيت بها هذوك لي بيش هذوك الرولي وشاط ليا منهم يعني واحد شاط ليا منهم شويه. انا قسمتهم على جوج، درت جوج الالوان كنطحنوهم بهذا الميكسور هذا راه كيبانوا لكم دوك الفقاعات طلعوا، ولكن ما تحركوش حيت الا طلعتوا داك الميكسور وهبطوه بحال كتهزوا دوك الفقاعات وكتدخلوهم في سميتو كيتحطوه ما تحركوش حتى كتساليو، يعني كطحنوا غير كتطحن كميه قليله. وهنا قسمتو على جوج، صفيتو قسمتو على جوج، واحد درت فيه نكهه ديال الحامض وواحد درت فيه نكهه ديال الفرومبواز او غير الملون. ديروا غير الملونات وصافي. هنا غادي نصايب معكم يعني الكريمه ساهله هذه ما فيها لا كاناش لا والو، الشونتيي غبره خدموها. تقدروا تخدموا بهذه، تقدروا تخدموا لاموس فاني، تقدروا تخدموا بديال الشوكولا يعني لاموس والشوكولا نتوما اللي بغيتو خدموا. يعني شاركت معكم هذه، شاركت معكم بالكاناش، يعني الواحد اللي متواجد عنده شي حاجه يخدم بها. وهنا كذلك راه غندير ليها انا واحد شويه ديال الماسكاربون كما قلت لكم. هي البواطه حليتها خصني نخدم بها، يعني غيبقى غادي يضيع غادي نلوحو، اللهم نخدم به نستافد به. كنت حليته وخدمت به في الكاناش. كنت ضفت واحد المعلقه في داك الكاناش اللي شاركت معكم في الطلبيه على ما اظن الاخيره يعني. وخدمت
ما شاركش معكم يعني داك الكاناش، كنت حليت البواطه تاع الماسكاربون وخدمت بها. هنا كنبقاو ليا 2 معالق ديال الماسكاربون، يعني 3 اللي كنبقاو ليا في ديك البواطه ديال الماسكاربون، خدمت الاخرى درتها في كاناش معلقه، وهنا درت 2 معالق. يعني الشونتيي نتوما طلعوها غير بوحده، خدموها. عندكم الجبن نضيفوه، ما عندكمش صافي خدموا غير شونتيي بوحده، يعني تكون عاقده. نقصوا شويه من الحليب باش تجيكم عاقده. انا خدمت بكاس الحليب. بالنسبه لهنا اللي شاف الفيديو ديال لي كوكيز ديال سيدريك غولي، هذا هو الكاناش ديال الفرomboise. هنا في هذه بلاصه الكاناش قلت لكم اللي بقات عندي راني خدمت بها. جمعت داكشي كامل اللي عندي في المجمل. المهم نحاول ما كنبغيش نستوكي داكشي، كنحاول نخدم به ما نخليش. بالنسبه اللي ما عندوش الكاناش تقدروا تخدموا بالكونفيتير ديال الفرomboise او الكونفيتير ديال الفريز، المربى اللي عندكم. خدموا يعني ديال ايطالي واحد شويه، غير شويه، ما تكون ديروش كميه كبيره. وكناخذوا هذيك الكريمه اللي ضربنا وكنسرحوها حتى هي. يعني كما قلت لكم ما تكثروش الكريمه بزاف باش ما يبقاش هكا يعني يتزلق. المهم كتبدا تخرج ديك الكريمه وكتضيع صافي. وكنروليو بنفس الطريقه، كنروليو عادي. من بعد راه كنزيرو بهذاك ورق الطبخ، راه كيتزير كيجي مرولي مزيان مقاد مفيني. راكم شفتوا معايا فاش كندير لهم الكلاصاج. صافي هنا غادي ندخلوا حتى هما المجمد، وغندير معكم الثاني هو اللي درنا معاه داك الكورد ديال الحامض. خليوه ديروه ليله قبل كما قلت لكم. يعني فاش ديروه ليله قبل غيكون بارد. خدمت كلشي في نفس النهار، يعني ما تسنيتش الحاجه تبرد، غير كنشوفها صافي ما بقاش فيها الحراره كندوز نخدم بها. المهم نتوما كما قلت لكم هذا الكاناش لي كلاصاج خدموهم ليله قبل. هكا الغد ليه غير كديروا الجينواز ديالكم وكتبقاو تعمروا. المهم غادي تشوفوا هنا الحاجه اللي ما كتكونش بارده النتيجه ديالها. مي ماشي مشكل، يعني ديبانيت راسي وعرفت نخرج راسي وخديتها وصافي. انتم غادي تشوفوا مادام الاخر ما تابتش. المهم راه شرباتو داك الحامض. شرباتو الجينواز. يعني بحال سقيتو بالحامض. صافي هنا كتشوفوا يعني بحال كيبدا ما كيخلينيش الكريمه ايطاليها مزيان. مي حاولت قديت غير بشويه، عطيتها خاطرها وايطاليتها مزيان وصافي. هنا غادي نروليها بنفس الطريقه وغادي ندخلهم المجمد وغادي ندوزو ان شاء الله نكلاصيوهم بهذاك الكلاصاجات اللي صايبنا. الكلاصاجات يعني حتى هما كيبغيو يدخلوا الثلاجه حتى تبغيو تكلاصيو بهم وكتدفيوهم. يعني الكلاصاج اللي زوين بين هذا ديال الفرomboise كان شويه دافي، كان 30 درجه، وهذا ديال الحامض كان بين 26 28 درجه. يعني احسن، يعني دخلوهم المجمد خليهم احسن ليله كامله. ما ديروش بحالي ليله كامله كيتكلاصاو مزيان. يعني هنا كندخلهم في البدايه في المجمد يعني غير واحد الساعه حتى كيتجمدوا. كنديروا لهم الكريمه، كنغطيو لهم السطح. فاش كنديروا لهم الكريمه كتدخلوهم المجمد. من الافضل يعني فاش كنديروا لهم الكريمه نبيتهم ليله كامله. يعني ستفهم واحد، انا كندخل هاد البلونشه هذه كتجيني هي هذيك في الكونجيلاتور، يعني كتجيني البلاصه هي هذيك. يعني دخلهم من ستفهم هكا يعني في واحد البلونشه، ندخلهم يتجمدوا يباتوا ليله كامله باش كامل يجيو دكلاصيهم. يعني يتكلاصاو لكم ويجيو الفينيسيون تجي هي هذيك. نفس الطريقه كنخدم يعني بورق الطبخ كيجيني احسن وكيليسي وغير خفيفه. يديكم تكون خفيفه، يعني ما تضغطوش. الا ضغطتوا تحيدوا الكريمه كامله. كتكون يديكم خفيفه. المهم انا كنحاول نشرح لكم حتى بيدي. يعني هذه باش كتجي خفيفه وصافي غير خصهم يتجمدوا. شوف هذا الكلاصاج هو اللي بالفرomboise. هنا كما قلت لكم باقا دفيتو، يعني شويه فوت ليه الحراره. يعني هنا كان تقريبا واش 30 ولا 31 درجه. مي الاخر ديال الحامض برد، دفيتو وكذلك برد. هو كلاصيت هذا عاودته 2 مرات جا هو هذاك. مي الاخر كلاصيت به مره جا هو هذاك. يعني بين 26 28 تقريبا 27، يعني بين 26 28 كلاصيو بيه. ما تفوتوش هاد الكلاصاج هذا، يعني ما يفوتش 30 درجه كيجي خفيف. توليو طروا تعاودوا. هذا ما عاودتوش وصافي. كنخليهم يعني حتى كيتسقطر مزيان كينشف هذاك. المهم كينشف هذوك القطرات ديال الكلاصاج وصافي. كنقطعهم غير هو التقطاع ديالهم ديما الموس يكون في الماء الطايب. قطعتهم وحطيتهم في هذوك سميتو. بالنسبه لهذه ديال الحامض راه كلاصيتها وحطيتها في الثلاجه غير باش تبرد من بعد على ما نقطع ديال الفرomboise. ضربت ليها داك الجنب وليت عاودت ليها شويه د الكلاصاج. مي راه باين العيب، مي ماشي مشكل. وصافي هنا بوشيت بقات لي داك الكريمه، بقات لي واحد شويه بوشيت هنا وحطيت هادو ديال الحامض. بغيت ضروري ندير لهم شي حاجه. راه في الجناب درت لهم شويه د الكوك
وحطيت واحد الحبه ديال الفرomboise، وهادو ديال الفرomboise عندي باقي شويه من داك الفرomboise اللي يعني ميبس، رشيت هكا من الفوق. المهم كل حاجه وتزين نتوما غتزينوا بداك الشيء اللي يعني اللي كاين عندكم في الدار اللي متواجد عندكم زينوا به، والا كانت طلبيه راه غادي تقداو ليها يعني داك الشيء اللي نتوما محتاجين والكليان طلبوا لكم وصافي. بالنسبه لهذوك ديال سبيكلوت حطيت لهم طرف ديال الكركاعه، هذوك ديال الشوكولاط 3 حبات ديال الشوكولاط، وهذا هو التزيين وهذا هو الاقتراح تاع اليوم. كنتمنى ان شاء الله ينال استحسانكم، ما تنسونيش بتشجيعاتكم، اي تساؤل اي استفسار مرحبا والف مرحبا. كنشكركم على حسن المتابعه، كنشكر الناس كامل اللي كتشجعني والناس الجدد اللي انضموا للقناه كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. كنشكركم على تشجيعاتكم المستمره، ونتلاقى ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.